السلام عليكم البنات، واش راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا ملاح. نتمنى من كامل اعماق قلبي انكم تكونوا كامل ملاح وبخير وبصحه وعافيه. رجعت لكم اونفان فيديو من هذا الجونر تاع العنايه بالجسم وبالشعر واكسترا اكسترا. طبعا تدخل في سلسله العروسه. كاين في الحقيقه هذا الفيديو ما كنتش كامل ديسيدي باش نديرو باسكو كنت ندير دي فيديو واحد اخرين، مي فوالا. كاين بزاف دي كومونتير جاوني، بزاف لي ميساج في بريفي في الانستغرام كلش يحكيو لي ويسقسيو فيا على لوزمو لانيستيزي اللي قلت لكم عليها نهار اللي درت لكم الفيديو نتاع ليبيلاسيون. كيما قلت لكم تنحيو من المنطقه الحساسه ولا اي منطقه في الجسم باش سوا ديزون بالواكس ولا سوا ديزون بهذه لاسير تاع هاد الحاله. وبطبيعه الحال انا قلت لكم نصحتكم باش تيفيتيو الغازوار اي تو، نصحتكم باش تيفيتيو الغازوار ميم سي تقدروا تستخدموا الغاليه. بطبيعه الحال درت لكم فيديو عليها تلقاوها هنا الفوق ولا في الديسكريبشن بوكس نخليها لكم. فوالا دونك انا اليوم جيت نحكي لكم على لانستيزي باسكو بزاف الناس قالوا لي فوالا حنا حابين نخدموا بالواكس وحابين نخدموا بالحلاوه بلا سيغ، بصح وشنو توجع؟ هي صح توجع يعني معكم، بصح كاين نقاط ولا كاين مراحل نتبعوهم ونمروا بهم باش نتفاداو هذيك الالم ونتفاداو هذيك الوجع اللي نحسوا به. برومييرمون انا كنت نصحتكم وقلت لكم قبل ما نستعملوا اي طريقه لازاله الشعر سوا ديزون كانت باستعمال الواكس سوا ديزون كانت باستعمال الحلاوه. كاين بزاف بنات كذلك نجاوب على السؤال تاعهم هنا مادام جات في الهضره، قالوا لي وشنو هو احسن واكس. الواكس انا ما نقدرش نعطي لك احسن واحد بطبيعه الحال باسكو ما تقريبا هنا اللي تخدموا في اللي تجابوا هنا في الجزائر كاع كيف بصح اذا قريتي ماد ان ولقيتيه في ماد ان ايطالي ماد ان ايطالي ولا لقيتيه ماد ان في البرتغال بطبيعه الحال هذوك هما عفوا في البرازيل هذوك هما اللي ننصحك انك تخدمي بهم وننصحك انك تستعمليهم. وبالنسبه للالوان ماشي شرط، كاين اللي يخرج عليها الغوز، كاين باسكو كل لون وعلى حساب لابو تاعك. برومييرمون باش نديرو ايبيلاسيون تاعنا بطريقه صحيحه ونتفاداو نمو الشعر تحت الجلد ونتفاداو هذوك الالام ونتفاداو كلش، اول حاجه نديروها لازم البشره تاعنا تكون مهيئه. كيفاش نهيئوا البشره تاعنا لعمليه نزع الشعر؟ اول شيء نقوموا به انه نجيبوا فوطه ولا سربيته فوطه نديروها في ماء ساخن جدا ونعصروها داك الماء الساخن يكون لدرجه احتمال نالي، يعني لدرجه احتمال الحراره نتاعو الجسم تاعنا، يعني الجسم تاعنا شحال يحتمل هذيك الحراره نديروه. نعصروا هذيك سوا ديزون نكونوا في الدوش ولا نشمخوا رجلينا، يعني تم غسل الرجل ولا اي منطقه في الجسم نتاعك لازم تفتحي لها المسامات نتاعها عن طريق الماء الساخن بطبيعه الحال. فنحلوا المسامات نتاعنا عن طريق الماء الساخن المنطقه اللي المراد ازاله الشعر منها. اول شيء هذا الشيء اللي نقوموا به. بعد ذلك نحاولوا نعقموا المكان المراد ازاله الشعر منه استعمال الكحول، باستعمال الكحول، الكحول الطبيه بطبيعه ان صح القول، كحول طبيه. الكحول انا ماهيش متواجده معايا هنايا، خلصت لي للاسف، ولكن كامل تعرفوها بيان سور غنيه عن التعريف. نستعملوها لتنظيف الجروح ولا نظفوا بها المنطقه تاعنا ونعقموا بها المنطقه تاعنا. دوزيامون الحاجه اللي نقوموا بها ومن بعد هي نديروا بودر. لي بودر هذا تالك نتاع لي بيبي، سوا ديزون نديروا تالك تاع لي بيبي سوا ديزون نديروا تالك هذا اونشونتور، هذا مليح بالبزاف وما تديروش بالكم بلي ياثر على العمليه تاع نزع الشعر باسكو ما ياثرش عليها نهائيا. تستخدمي يا تالك تاع لي بيبي يا تالك هذا بيان سور وديري تقريبا عمليه مساج خفيف كيما هكا. دوكا انا كي ندير البودر لهنا راح نوزعها كيما هكذا، نوزعها بهذه الطريقه هكا نوزعها بشكل دائري لدرجه كي يدخل كامل هذاك لابودر في لابو تاعي ولا في البشره نتاعي باش نتاكد بلي راني قادره ندير ايبيلاسيون نورمال. هذه الطريقه الاولى اللي شرحتها بلا لانيستيزي بطبيعه الحال وانا ساعدتني بطبيعه. انا ما نستخدمش كامل لانيستيزي واي نوع من انواع يعني المخدرات هذيك كيما نقولوا حنايا مخدر موضعي بطبيعه الحال. مخدر موضعي اسمه مخدر موضعي. انا جامي نستعمل هذه الطريقه اللي قلت لكم عليها نتاع الكحول والتالك هذه وساعدتني بطريقه
يعني ساعدتني صراحه بزاف. وصل الحاجه الوحده اخرى اللي تخليكم انكم تحسوا بالوجع بيان سور، هي كي تستعملوا باغ اكزومبل هادو لي بلاك هادو مال هنايا باش تنحيو بهم، كي تابليكيو هنا لاسيغ نتاعكم ولا الواكس بطبيعه الحال ينشف وحده ما تحتاجيش، سما كي تجي راح تنحي لازم تنحي اون سول فوا، يعني تنحي مره واحده كيما ماشي تقعدي وحده نحي بشوي، نو لازم ليبيلاسيون تاعك تكون هكا، يعني تكون مره واحده تنحي هكا، تنحيها ديريكتومون هكذاك فوالا، تنحيها ديريكتومون هكا مره واحده. هذه اللي راح تخفف لك الالم. بعد ما تنحي شوفوا راني جوست نحيت كيما كنشدها، هذه راح تخفف لي من الالم بنسبه كبيره كبيره كبيره. بالنسبه للبنات اللي ما خرجتش معاهم هاد الطريقه، باسكو انا كنت شرحتها في فيديوهات من قبل، ما خرجش لي ما الطريقه، ننصحكم بطبيعه الحال بزيت القرنفل. لانستيزي اللي هضرت لكم عليها تصيبوها في الصيدلي بطبيعه عند الفارماسيان، تلقاو التخدير الموضعي هذا كل واحد ونوعه وشحال كل واحد الاثمان تاعهم. صراحه انا ما احتاجتهمش كامل، سي بور سا ما شريتهمش كامل، مي اذا اضطريت اني نشريهم راني راح نوريه لكم. ولكن اللي حابه يعني تستخدم، اللي ما لقاوش، كاين بزاف بنات ما لقاوش المخدر هدايا في عند الصيدلي وما عرفوش كيفاش يشريوه، البديل نتاعو هو زيت القرنفل. زيت القرنفل هذا كاين تصيبوه بهذا القرع لهنا، هو ليسونسيال لازم يكون زيت القرنفل يكون هكذا بهذا الشكل، والا تصيبوه. انا ننصحكم نصيحه، يعني اشرو نتاع شركه الكابتن، اشرو نتاع شركه الكابتن، يعني شركه الكابتن هذا زيت الخروع يعني ما تحطوش معاه، ليسونسيال شرو تاع شركه الكابتن، هذا هو اللي مليح واوريجينال، يساعد طبيعه الحال. زيت القرنفل كذلك على يعني تقليل من نمو الشعر. كيفاش نستخدم انا زيت القرنفل في الاستعمال تاعي للابيلاسيون؟ طبيعه الحال انا عندي زيت القرنفل تاعي كما درنا الخطوات الاولى، اني نمسح اني نفتح المسامات نتاع البشره نتاعي. انا راني حابه نحي، راني حابه ندير ايبيلاسيون هنا، ندير زيت القرنفل بهذه الطريقه، ندير مساج هكا ونحفز الدوره الدمويه بطبيعه الحال فوالا. كي نشوف لابو تاعي تشربت مليح هذاك الزيت وما نديرهاش شغل، انا كي دوكا كي نحل المسامات نتاعي نحلهم بالماء سخون، ماشي نروح نخلي لابو تاعي ولا يدي مشمخه ومن بعد نحط فوقها الزيت. صراحه الريحه نتاعو بزاف قويه بزاف قاصحه، يعني هذا وين شميتها صراحه، باسكو انا جامي استعملت لانستيزي هكذا، يعني تخليها لمده تاع 5 دقائق ل 10 دقائق ومن بعد تستعمليها. بار اكزومبل انا ندير في يدي هنايا الزيت ونخليها، ومن بعد نروح ندير الزيت الرجلي ونخليها، ومن بعد نعاود نولي لهنا ليدي ونحي من يدي، ومن بعد نعاود نولي رجلي، تكون رجلي شويه خدمت فيها لانستيزي هذيك. تقدروا ثاني بيان سور ما تستغناوش على الانشونتور هذا ولا التالك، بيان سور راح تستخدموا تالك اذا كنتوا عندكم اذا ما عرفتوش تستخدموا استخدام صحيح، اذا كنتوا عندكم هادو القرع هادوما يعني تكونوا شريتوهم من قبل ولا عندكم منهم، تصيبوهم كذلك في المحلات تشريو منهم، تعمروهم بالزيت بيان سور وتوليو تستعملوهم هكاك، يعني تشدوا قطرات وتستعملوهم. ما كاش نصائح واحد اخرين نقدر نفيدكم فيهم ابار هادوما. بالنسبه للوسمو دانيك وشنو اللي كنت حابه نحكي عليها والبنات قالوا لي فيدينا بها، راحوا لي دقيقه نفكر ونعاود نولي. بالنسبه للبنات اللي نصحوني على افضل لاسيغ ولا الحلاوه، انا ننصحكم بهذه صراحه. تشوفوا اشاك فوا نستعملها غير هي، ونقدرش عليكم خير من الواكس، خير من الواكس بميل فوا، خير من الواكس بميل فوا. هذه دير جوست 11,000 واقيل ولا 10,000 صراحه. انا عجبتني بزاف وماما بغات تستعملها وعجبتها بزاف بزاف بزاف، انا ننصحكم بها دونك استخدموها. كاينه هذه وكاينه اللي تجي في لي بواط صغار، هذوك اللي تخدم شغل تفتح عليها تفتحيها بيديك، هذيك ما ننصحكمش بها لانها ما تصلحش. نتاع ميم ثاني هذيك اللي تجي في لي بواط هكا شغل تجي كاري هكا ثاني ما ننصحكمش بها. دونك فوالا
لحقنا لا فين تاع لا فيديو. جيسبر كو تكون عجبتكم. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. ما تنساوش البنات تسجلوا في واحد اللينك نخليه لكم لتحت. وما تنساوش تابعوني على الانستغرام بيان سور. اللي عندكم دي كيسيون لا اكتبوهم لي لتحت في صندوق الوصف، والا خليوهم لي سور انستغرام في لي ميساج بريفي. ما بقى غير نقول لكم حباباتي نحبكم بزاف بزاف بزاف. نشوفكم في لا فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.